اتلعبت على طول من محمد سمير عاليه. الشناوي طالع واخد كورته عند نقطه البينالتي، بيحط الكوره على طول عشان تبدا الهجمه السريعه. معروف يلعب على طول في اليمين، محمد ابراهيم بيحاول انما تتقطع، ترجع مره تانية قبل التماس. لحق فعلا، ملعوبه لميدو، اللمسه مع كنس، يرجع ورا من حسام حسن تاني. محمد سمير اماميه، ضاغط المره دي دويدار بيطلعها اماميه مره تانية. انما ابتديت تشوف الاخضر اهو في نص الملعب بالظبط في الثلث الاوسط، يعني بيتحرر نسبيا بعد 12 دقيقه من التراجع الدفاعي والتكتل الدفاعي. راجع سمير فوزي وراجع حسام حسن وراجع علي دياب، كل دول راجعين. هنا على طول اسامه ابراهيم يعمل هو العرضيه انما الى خارج الملعب. حكم المباراه بيقول ضربه ركنيه لمحمد ابراهيم، وادي سمير فوزي رقم 14 اصحاب الزي الاخضر. وكلما يذكر اسم الشرقيه لابد ان يذكر اسم الزعيم احمد عرابي قائد الثوره العرابيه، وكلما يذكر اسم الشرقيه ونادي الشرقيه يذكر ابطال ونجوم الهوكي، اللعبه المصريه الاصيله. على طول بيطلع فوزي تاني وفي خطا فاول، ضربه حره لصالح الشرقيه. اتلعبت على طول بالسرعه عند محمد عبد الحميد ميدو، سقوط على الارض مره ثانيه بخطا ثاني فاول. حكم اللقاء اعتقد بيدي اول مشوار الزمالك في البطوله يحمل العديد من الايجابيات حتى الان. بنتكلم على 13 مباراه لعب، الفوز في 9، تعادل 4 بلا خساره. ابراهيم صلاح لناصف رفعت لابراهيم صلاح مره ثانيه حامل شاره القياده، يلعب لمايوكا. اللمسه الاولى يا ولدي معروف، حلوه 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 من صلاح ريكو، واحلى من عمر رضوان، واجمل لعبه في 20 دقيقه. يا سلام يا سلام عليك يا كره. اي حاجه ابتدى يتقدم. شوقي السعيد قرب من خط المنتصف، لعب الكره على طول الاماميه، معروف بيرجعها. ابراهيم صلاح يحط الكره حلوه وتكمل وتروح هناك عند اسامه ابراهيم، يعمل عرضيه من مره واحده يا ولد، يستلم احلى. الله لو لتحت شويه يا رفعت، لو لتحت شويه. شوف 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 ستانلي قام يعمل ايه، شوف ستانلي بيحييه ازاي. بدلاء، لان حتى الان الزمالك بعد محاولتين، ادي عدت الاولى، عدت الثانيه، جلت من الكل، عدت من الكل. خطيره الكره دي، لكن الطرائف والغرائب كانت فيها. هنا الخطا لمصلحه نادي الشرقيه. هتتعاد ثانيه، هتشوفوا حضراتكم ان الكره غريبه وخطيره والكل معديه. كان ادي دي الكره بتاعت محمد ابراهيم، انما الاولانيه كان فيها ريكو اهي. عدى ناصف، عمل عرضيه، فاروقه عدت، معتصم عدت، وعلى طول ريكو كمان عدت، وراحت الكرة باتجاه محمد ابراهيم ومحمد جديد او تغيير شكل. هنشوف حسام حسن نفسه عامل قصه اهو، ملعوبه على طول داخل منطقه ال 18، بيطلع معروف يوسف، تنزل لكنس، بيحط الكرة تاني ناحيه فاروقه اللي متقدم. فاروقه بيلف ويدور بوركيني وبيعدي، لكن على طول يعطل اللعب بتماس من قدام ناصف عشان يرجع. ومحمد ابراهيم بيتحركوا عرضي، ما فيش حد بيتحرك طولي كده مع مايوكا. ادي كرة حلوة يا ولد يا ولد يا بيقول ايه، بيقول اسامه ابراهيم. اسامه ابراهيم ابتسامه، وهو هدف، هو اول اهدافه بالقميص الابيض. ادي اسامه ابراهيم، انما حلوه قوي قوي قوي. اول هفوه من ديفنس الشرقيه، وبعد ما ابتدى يعني يغير التيشيرت كده احمد جعفر، واستشعر اللاعبون في الداخل انه يعني طب على حساب مين. ادي الكره الحلوه، عدى محمد ابراهيم بشكل حلو، حطها لاسامه، سندها الاولى، وعلى طول ما استناش لحظه خروج عمر رضوان وخد الثانيه. ادي محمد ابراهيم يا ولد يا ولد يا ولد، وقف على كورته حطها حلو. السنده الاولانيه طولت شويه لكن مد على طول رجله ولحق مع الدقيقه 37. اسامه ابراهيم يقص شريط التهديف لفريقه نادي الزمالك، واول اهدافه بالقميص الابيض. فرحان فرحه جميله. لقاء باتجاه النقاط الثلاث، مفيش كلام. المباراه في 38 39 دقيقه في شوطها الاول جيده، شفنا ملمح كروي جميل، شفنا نديه في بعض الاوقات وان كانت
مش في اوقات كتيره يعني. هادي يستلم، رفعت يرجع، انما شفته ما شاء الله لمسه محمد ابراهيم، لمسه ميزان من ذهب كده بقدم ممتازه. ادي رفعت يلعب الكره على طول لمعروف، والتصويبه مع عمر رضوان الى خارج الملعب يعني بسنتيمترات من القائم. هذه رفعت اداها له برجله اليسرى، حلوه 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 الفكره، حلوه الفكره. معروف فيها كمان لمسه، ادي معروف الركنيه، لمسه كده من عمر رضوان، الراجل يعني قافل زاويته قافل مرماه، لسه بيشد في التيشيرت احمد جعفر. لعب على طول الركنيه، يطلع محمد سمير من القايم الاول، ترجع تاني دويدار بينزلها لمحمد ناصف عشان يبقي على الوضع الهجومي الزملكاوي. تتلعب العرضيه، انما الى كينيس بيرجع ورا، ياخد مره تانيه كينيس الاماميه، حسام حسن يحطها في الشمال لمسامير، يعدي يعمل عرضيه، عمل عرضيه معديه الاولى، انما ناصف داخل وضامم. يعني انتظار للكرة تروح لرفعت، مستني معروف عشان يجري. معروف زقال نفسه، يعمل هو العرضية من وضع الحركة يا ولد، انما مش مظبوطة، مش مظبوطة. طبعا التمرير من وضع الحركة او التصويب من وضع الحركة بيبقى فيه مباغتة. ادي محمد رفعت لاعب وسط ممتاز في ثمانينيات القرن الماضي، القرن العشرين طبعا. ادي مقصورة المباراة وفيها مجموعة منهم كابتن محمد أبو أمين نجم النادي الشرقية اللي لعب للنادي الإسماعيلي، لكن هو ابن من الشرقية، ابن من أبناء الشرقية، ولعب ودرب فيها قبل ما يبزغ نجمه ويتألق مع الإسماعيلي. عموما سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام، مشاهدي النيل للرياضة في كل مكان، مع ابتسامة وفرحة المستشار أحمد جلال إبراهيم بالعرض والأداء والنتيجة اللي انتهت إليها المباراة في شوطها الأول بهدف وحيد لأسامة إبراهيم صاحب البطاقة الصفراء الوحيدة أيضا، يعني لينهي الشوط الأول. لنعود للقياكم مع بداية الشوط الثاني مع تحياتي وادي تحية من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك المتواجد في المقصورة الرئيسية، مع والده المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق، مع الأستاذ رحابة برجيلة عضو مجلس الإدارة، الأستاذ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، موجودين في المقصورة مع مجموعة الإدارة التنفيذية لنادي الزمالك. كل التوفيق للفريقين في تقديم عرض يمتع الجماهير عبر شاشتهم، شاشة نايل سبورت، ونستمتع ب 1-0 زي 3-0 زي 10-0. هي الحكاية في النهاية 3 نقاط بتضيع. وادي هنا المحاولة ما لبستش صح مع أحمد جعفر، لكن لسه في حوزته. وادي هنا الانطلاقة وريكو، لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. فبالمقابل يقول لك لا، طب ما أنا بدل كورة على طول اللي تجي له تاني هو اللي ضابط الإيقاع. معروف عدى 1 و2، عدى 3، لعب هربت من تحت رجله، لكن جابها تاني محمد إبراهيم وحطها أحلى وأجمل. وأسامة العرضية حلوة 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 رفعت، حلوة 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 رفعت، يا تاني أهدافه بالقميص الأبيض أحمد رفعت، تاني أهدافه بالقميص الأبيض. والفرحة رايح يقول له احنا إمبوية حافظين بعض تمام التمام. أسامة إبراهيم يلعبها لأحمد رفعت، وسجدة الشكر لله عز وجل على التوفيق. ما أنا بقول لحضراتكم التوفيق هو الأساس. أدي ملعوبة حلوة قوي قوي من ريكو لأسامة، لعبها هناك موسعها بعيد عن معتصم وعن فاروقة. على طول في الدقيقة 9 يحرز أحمد رفعت هدف تاني لنادي الزمالك. هل ستسير المباراة باتجاه النتائج اللي قلت لحضراتكم عليها ان هو خسر الشرقية من 3 مش حارس مرمى؟ أسامة يلعبها حلوة تاني ويفتح السبرنت وينطلق ويتقدم. يا ولد العرضية فين؟ العرضية على طول، لعب العرضية، حكم اللقاء بيقول ضربة مرمى وفي تغيير. لمسة تاني تماس محمد سمير، تتلعب ورا أسامة، والعرضية معدية الكل هناك مستنيها ميدو، ما خدهاش، خدها حسني فتحي. اللمسة الأمامية كمان كملت، أحمد جعفر بيلعبها لنفسه، لسه الكرة في اللعب وتستحق الصراع العدو من أجل الوصول إلى الكرة، لكن رضوان
اصحاب المهاره اطلق عليهم شيكا. لعبت وعلى طول الشناوي بيأمن الكرة وتطلع بره تماما، ما فيهاش اي ملمح من الخطوره ولم تصل اصلي لهذا اللقاء. لكنه هو بقول لحضرتك لعب اقتصادي. يعني ايه؟ يعني انا عايز ايه من المباراه؟ خدته خلاص اهو. يعتمد على واحده زي دي، ان قدر يعزز بيها ويميت المباراه فنيا واكلينيكيا كمان مش مشكله، لان هو طبعا طول ما المباراه لسه فيها وقت يعني الروح الرياضيه تخليك تتعامل بمنطق ان المباراه منافس محترم موجود ايا ما كان مستواه، ولا كبير في كره القدم. مفيش حد كبير على الكوره ولا حد كبير على التوفيق، انما اليسرى اللي هي مكانه. ادي العرضيه والخطيره، ويطلع يا ولد يا رضوان، يطلع رضوان الى خارج الملعب. ركنيه حلوه الفكره الاولى. الثانيه جعفر، جعفر يا راجل يا راجل يا جعفر. لا هي عرضيه، ادي حسني فتحي، لا راحت لحسني ولا راحت لرفعت ولا راحت في المرمى، اتلعبت الى خارج تاني. شوف تاني شوف تاني، ادي ايه الاستلام اهو، حلو قوي. جعفر عايز يا عيني ياكد عليها عند رفعت وحسني. رفعت هيلعب هو العرضيه، عمل العرضيه، مستنيها جعفر، مستنيها جعفر، بيرجعها لورا. الله يا ابراهيم، دي كورتك كورتك. شوف 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 هو بيعمل ايه، هو بيصحصح وكانه يحدث ساقيه كده، بيقول في ايه في ايه، مش انا مش انا مش اهو اهو اهو، بيقول تتلعب ازاي. يا سلام يا سلام على الرياكشن بتاعك يا محمد يا ابراهيم. انما ملعوبه حلوه حلوه من جعفر والله، مرجعها له والراجل خدها، عايز ياخدها فيرست تايم على طول بوش الرجل كده، تعمل سكرو هي ماشيه. لكن اهي